السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهارده اكله حلوه قوي وسريعه وبربع كيلو لحمه بس. تعالوا بينا نشوف عملنا ايه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا كده بدهن الوش بتاعها برضو بخلطه حلوه قوي. تابعوني في الفيديو هتعرفوا كل الاسرار دي. وشلنا طبعا من اللحمه كمان في الفريزر لوقت زنقه. بينا ندخل على الفيديو نشوف عملنا ايه. انا جبت كده رغيف شامي ونقعته في شوية مية، وهاخد الرغيف كده واعصره من ميته بالشكل ده كده. وده نص كيلو لحمة تمام كده، وفيها نسبة دهن شوية. تمام. عصرنا كده العيش بتاعنا. عايزة اقول لكم العيش الشامي بيدي طعم اللحمة حلو قوي. وبرضو انا بشرب بصلاية كبيرة او بصلتين صغيرين وعصرناهم من ميتهم، والمية دي طبعا مش هنرميها. وحطيت البصل على اللحمة، حطيت حوالي نص كوباية بقدونس، حطيت طماطمايه بالشكل ده كده. تمام. احط بقى بابريكا، احط فلفل، بهارات وملح. ما كترش التوابل على اللحمة، ومعلقة بيكنج باودر. وابتدي بقى ادعك اللحمة بكل المكونات اللي انا حطيتها معاها دي. تمام كده. لو هتلاقيها فيها صعوبة ممكن تحطيها في الكبة لفة، كل المكونات هتختلط بكل سهولة. تمام كده. اللي لسه ناس اللايك يحط لي لايك. شايفين انا عجنت اللحمة، خليتها عجينة كده ناعمة لحد ما سمغت معايا. تمام. ابتدي بقى ايه احضر المكونات اللي هحطهم في الصينية تحت الكفتة. عايزة اقول لكم البطاطس دي تحت الكفتة طعمها تحفة. هتاكلي احلى صينية بطاطس. جربي الطريقة هتعجبك جدا. تمام كده. خرطت بقى فلفل رومي. عايزة تحطي فلفل حامي ممكن، مفيش اي مشكلة. تمام. وفلفل احمر. الفلفل الاحمر طبعا بيديها تيست حلو قوي. تمام كده. وقطعنا الطماطم، قطعي التقطيعة اللي تريحك. تمام. كده زي الفل. خلاص كده كل مكوناتنا ايه جهزتها. وطبعا ايه الكفتة لما عجنتها ريحتها شوية في التلاجة، وبيبقى افضل يعني عشان ما تفكش منك. تمام كده. هجيب بقى طبعا بصلتين وبرضو نفس التقطيعة بالشكل ده كده. قطعي كل حاجة جوليان، يبقى نفس برضو التقطيعة. احط بقى البصل في الاول كده في الصينية. تمام. احط التوابل بقى عليها، ملح وفلفل، بابريكا وبهارات وكمون. وابتدي بقى ادعك البصلة لحد ايه ما تنزل ميتها بالشكل ده كده. ريحة البصل لما بتدعك بالتوابل بتدي تيست عالي اوي للاكل. تمام. حطيت توم، وحطيت كل المكونات بقى اللي انا ايه قطعتها. وابتدي بقى ايه اقلب بقى فيهم كده عشان البصل ايه تختلط بيهم. تمام كده. في الاثناء دي طبعا انت مولعه الفرن سخنه كده زي الفل. تمام كده. ابتدي بقى ايه اجيب الكفته
واصبعها. اعمليها بقى المقاس اللي انت عايزاه. تمام كده. عايزه اقولك ده نص كيلو اللحمه، طبعا انت ما حطيتش عليه المكونات زيت. انا مش هاخد النص كيلو كله، هحط بس، حطي على عدد الافراد اللي عندك. تمام اهو بالشكل ده كده. رصي بقى الكفته اي رصه ايه انت عايزاها. تمام كده. كده زي الفل. خلاص كده صبعنا الكفتة بتاعتنا. شوف فضل منها قد ايه. هنشيلها طبعا لوقت تاني. تمام. معانا بقى مية البصل اللي احنا ايه طلعناه، وحطيت عليها معلقتين صلصة وشوية زيت. تمام كده. هقلبهم مع بعض. تمام كده. وطبعا ملحت الصلصة ملح وفلفل، بس المقطع دوت ما تصورش. وابتدي بقى ادهن الكفتة بتاعتي كده. روعة. تمام. حطيتها بقى في الفرن وطلعت معانا بالشكل ده كده، جنب شوية رز بقى كده بالشعرية. احلى اكلة واوفر اكلة. جربي الطريقة وقولي لي رأيك ايه. البطاطس بقى طعمها حلو جدا، بس ما تيجي تجيبي بطاطس يعني تجيبي تقولي البياع هات بطاطس تحمير، بتديكي كده بتبقى مرملة